طبيعي يعني يا جماعة لما حد يجي يسألني توم كروز أحلى ولا بوكي أكيد هيكون أبويا، حتى لو كان توم كروز ده أحلى راجل في العالم. دور الفارس في الحلقة كان بيسأل الفيشاوي هو فاروق الفيشاوي أوسم ولا عادل إمام، رد بكل تلقائية وقال له فاروق الفيشاوي طبعا. حد في الشارع معدي عارف إن فاروق الفيشاوي أوسم. الناس أخدت الحتة دي بس، لكن ما قالتش إن الفيشاوي في نفس الحلقة قال إن عادل إمام أسطورة مش هتتكرر وتاريخ. سأل على رامي صبري وقال إن أنا ما بسمعلوش أغاني، بحب ويجز أكتر منه. إيه بيقول يعني إن هو ما بيفهمش أغاني ويجز؟ هو ويجز بيغني بالعبري؟ قالوا كمان انت بتكون متعمد الشو اللي انت بتعمله على الريد كاربت مع الناس اللي انت بتتجوزها او قرايبك؟ قال له اه اصل دي شغلانتنا، واذا ما كناش احنا هنعمل كده مين هيعمل كده؟ قال كمان ان هو ولا مره من ساعه ما مات فاروق الفيشاوي راح زار قبره، حاسس ان هو لو عمل كده ممكن يطب ساكت. راح كمان وقال ان هو كان سلفي وقعد سنتين مع الجماعه اياه، كان عنده استعداد ان هو يعمل قصه حياه الجولاني لو الورق عجبه، وتصالح مع محمد رمضان وما عندوش اي مشكله ان هم يشتغلوا مع بعض. عن نفسي بحب اي لقاء بيطلع فيه الفيشاوي ويتكلم، بحس ان هو بني ادم حقيقي ومش متصنع ومش مدعي الكمال وبيعترف باخطائه.